بمكون واحد بس النهاردة يا بنات انتي بترميه من البيت. هنعمل النهاردة اسهل وصفة لازالة دهون البوتاجاز واي حاجة عندك. هتحطي بس، بصي هو سحر، هتحطي كده بس هتتشال معاكي على طول. شايفين بقى يا بنات البوتاجاز؟ ركزوا كده في الحوامل وعيون البوتاجاز والبوتاجاز نفسه السلستين بتاعه، فأو قبل وبعد ده كده اهو. شايفين اللمعان؟ شايفين كل، بصوا الحوامل بتاعتي دي يعني ما كانش فيها لمعة خالص. دلوقتي هوريكم كنا بنشيل بس الدهون بتاعتها كده بالسكينة، بنجردها كده بالسكينة. اول حاجه كده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو انت اول مره بقى بتشوفي القناه، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله اول باول. معانا هنا يا بنات قشر كده برتقان، وكمان قشر يوستفندي، واي ليمونه بقى ضربه بدات تضرب عندك كده، بدات تطيب، بدأ لونها يغير. قشور من اللي هي قشور الليمون. بعد لما بتتعصر كده ما ترميهاش، لا، في كيس كده وحطها في الفريزر تتلم كده وحطيها في درج او في باب الفريزر عندك كده، احتفظي بيها. تمام. جبت كده بقى اي حلة وهبدأ احط عليها شوية مية سخنين طبعا بعد ما اغسلهم، واحطهم على النار بحيث ان هم يتهروا زي ما انتوا شايفين كده، يتسلقوا زي ما انتوا شايفين. هاخدهم بقى على الخلاط وهبدأ افرمهم كده. شايفين بقى يا بنات كده من غير ما اصفيهم او اي حاجة، يا دوب بس فرمتهم بس كده في الخلاط. شايفين بقى ناعمين ازاي؟ دلوقتي بقى يا بنات هنعمل الخلطة الرهيبة دي مع بعض. معايا هنا جبت بولة، هبدأ انزل فيها بحوالي عن مجين من المية. بصوا المج ده كبير، مج كبير يعني ده اكبر من المج اللي هو بتاع الشاي العادي بتاعنا. ممكن تحطي يعني انا هحط من ده مجين، ممكن انت بقى تحطي 3 مجات من مج الشاي العادي. تمام. هبدأ كده احط المية بتاعتي وهبدأ انزل بقى بالمكونات بتاعتي دي واحدة واحدة. اول حاجة كده هبدأ انزل بمعلقة من السكر العادي بتاعنا اللي هو الحبيبات ده. هبدأ انزل بمعلقة واحدة. تمام. معايا كمان معلقة من الملح بتاعي ملح خشن شوية كده مش ناعم. اهو. هبدأ بقى اقلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا هقول لكم على الخلطة بتاعتي بالظبط، وهقول لكم على ايه ممكن لو عندك حاجة من الحاجات دي ممكن تزوديها، مفيش اي مشكلة. معايا هنا بقى حاجة اسمها الزهرة البيضة. الزهرة البيضة يا بنات بتيجي من عند اي عطار، هي زي الكربوناتو كده شوية، او يعني او البيكنج صودا كده. بس طبعا هي ممكن تكون بتعمل نفس المفعول. تمام. يعني لو معرفتيش مثلا تجيبي الزهرة البيضة، ممكن تحطي معلقة كبيرة من البيكنج صودا. تمام. برضو هتقوم بنفس الغرض. بعد كده معايا حوالي عن معلقتين كبار كده من النشا العادي يا بنات بتاعنا، بتاع الاكل العادي خالص، اللي هو بتاع المهلبية، بتاع الاكل العادي ده. هبدأ بقى يعني اقلبهم كده مع بعض بحيث ان النشا ما ترساش تحت كده في الخطوة اللي جاية دي. وطبعا السكر والملح بتاعي يدوبوا كويس جدا. معايا هنا بقى بولة تانية هبدأ انزل فيها بمج من المية، وهبدأ انزل عليه بمعلقتين كده من الاكل اللي هي الصودا الكاوية او القشور اللي هي بتبقى قشور كده يا بنات اهو، او البطاص. شايفين يا بنات اهو. هبدأ بقى احط كده البوتاص بتاعي، بس في اللحظة دي خلي بالك لان هو بيسخن، ما ينفعش يبقى جنبك اطفال علشان الريحة والابخرة اللي بتطلع منه ممكن تطلع على صدرهم لا قدر الله تتعبهم. كمان خلي نفسك انتي بعيد عن الابخرة اللي بتطلع منها. تمام. هبدأ بقى بس كده ادوبهم يا بنات اهو لحد بس ما يدوبوا معايا.
وهبدأ انزل واحدة واحدة كده على الخلطة الاولانية اللي انا عملتها، اللي هي النشا ببقية المكونات. اهم حاجة برضو قبل ما تضيفيه لازم تقلبي النشا، بحيث ان هي لو فيها اي نشا راسية تحت في يعني في قعر البولة، لا تتقلب كده وتطلع لفوق، تمام، عشان ما تكتلش منك. اهو يا بنات شايفين بقى القوام بتاعها سايب كده اهو. اهو يا بنات شايفين، هو مش سايب قوي، هو تقيل بس برضو مش جامد قوي اللي هو المكتل معاكي. تمام، هتشوفوا القوام دلوقتي لما القشور بتاعتنا اللي احنا خدناها وسلقناها هتنزل عليه. شايفين بقى يا بنات، خدت كده نص كمية قشر الليمون او البرتقان اللي عندي وقلبتها كده معاه. شايفين بقى القوام اهو، يا رب يكون بس واضح كده معاكم. عاوزة اقول لكم بقى ان الخلطة دي جبارة جبارة يا بنات. شايفين بقى الصاجة بتاعتي دي كده كانت كنت ناسيها كده ورا البوتاجاز، فزيوت بقى والفرن، وعاوزة اقول لكم ان هي كانت ضايعة، يعني الحرف بتاعها ده كده كان ضايع خالص. شايفين، انا هوريكم كمان مكان ما الفرشة مكان ما الفرشة كده بتدهن بجد بجد بيبان فرق. شايفين بس مسافة بس ما دهنت، شايفين طالع على ايدي ازاي؟ تحفة يا بنات، جربوها. بس اللي تجربها وتنجح معاها يا بنات ما تنساش تدعيلي دعوة كده بظهر الغيب من قلبها. شايفين بقى معايا حتة سلكة صغيرة خالص خالص، يعني ملهاش 30 لازمة. شايفين بقى الحتة اللي السلكة بتمشي فيها الخلطة دي اتحطت عليها. شايفين يا بنات الأول وبعدين، شايفين اهو. شايفين يا بنات الفرق ده بقى اللي هو اللي في الصاجة ده صدى. شايفين الفرق بين الحتة دي والحتة دي، يعني الحتة اللي اتعملت بالخلطة بتاعتنا والحتة كمان اللي ما اتعملت. شايفين حتى اللي هو البقع اللي هي فيها مكان ما بتدخل الفرن كده. شايفين طالعة بصراحة تحفة بجد. اهو دي الحوامل بقى اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. اهو يا بنات شايفين الحوامل بتاعتي عامله ازاي، مطفيه، مفيش فيها اللمعه ولا فيها اي حاجه من الحاجات دي. جبت بقى كده، شلت الحوامل بتاعتي وجبت كيس كده اعزكم الله، يعني من اكياس الزباله عشان تبقى كبيره. وهبدا بقى احط الخلطه بتاعتي دي عليها كده وهقفل الكيس. اهم حاجه ان انا حطيتها مثلا، شلت الحوامل بالليل مثلا وقفلت عليها الكيس. حطيتها بالليل يعني مثلا او مثلا عايزه تعمليها الصبح براحتك، بس اللي انا قصدي عليه ان انتي تقلبيها الحوامل اللي فوق مثلا تبقى تحت واللي تحت تبقى فوق. فاهمين قصدي يا بنات؟ ان هي شويه الخلطه تنزل على اللي تحت وشويه تنزل على اللي فوق. شايفين بقى هنا معايا عيون البوتاجاز بتاعتي كده عاملة ازاي، وكمان الحواف دي كانت بصراحة بتغلبني يعني لما باجي اغسل البوتاجاز. اهو شايفين انا بس دهنتها كده اهو. وهو ده برضو كان البوتاجاز اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، في فرق شاسع طبعا. اهو يا بنات كده ببدأ بس ادهن. شايفين بقى السلكة بتاعتي، انا جايبة سلكة خشنة بس مش بدعك يا بنات، مش بدعك، انا بمشيها بس عليهم. تمام. وعاوزة اقول لكم كمان نصيحة، لو انتي هتشتغلي في الخلطة دي البسي جوانتي او حاجة على ايدك، لان بصراحة انا مش بعرف البس حاجة وانا شغالة، ايدي في اليوم ده اتبهدلت. تمام يا بنات، اهو شايفين انا بمسح بس مش بدعك. اهو يا بنات اكيد واضح معاكم ان انا بس بمسح مش بدعك. شايفين كل الحاجات اللي في البوتاجاز بتطلع معايا كده يعني بسهولة خالص. اهم حاجة تحطي الخلطة وتستني 5 دقايق وبعد كده تروحي تغسليها. اهو يا بنات شايفين مكان ما السلك بس بيمشي كده الحروف دي بتنضف. اهو انا بشاور لكم كده بالسكينة وبقول لكم ان هي بتطلع بكل سهولة خالص اهو.
اهو يا بنات. كمان الخلطة دي تنفع بقى لايه؟ لظهر البوتاجاز، للرخام بتاعك اللي هو البلاط اللي ورا البوتاجاز، آه للحوامل بتاع البوتاجاز. بس لو العيون بتاعة البوتاجاز بتاعتك ألمونيا، لا ما ينفعش. عاوزة اقول لكم ان هي يعني ايه، بتغمقها شوية، فمهما تدعكي فيها مش بترجع بزهوتها لو هي لسه الألمونيا بتاعتها لسه جديدة وبيضة. تمام يا بنات؟ اهو كده انا قلت على كل حاجة، وكمان قلت لكم على الأخطاء اللي ممكن تقعوا فيها. اهو يا بنات شايفين البوتاجاز الاول وبعد كده بقى عامل ازاي؟ بصراحة الخلطة دي تحفة بجد، تحفة بجد. كل اللي يجربها بقى يا بنات يدعيلي كده دعوة حلوة بظهر الغيب. تمام؟ شايفين بقى الحواف وشايفين عيون البوتاجاز اهو يا بنات. هنا بقى انا بقول لكم هبدأ ادعك كده، بس ادعكها بس كده بالسلكة الخشنة. اهو هبدأ بس امشي عليها كده. شايفين اساسا هي اللون بتاع الحوامل ظهر معايا اهو. انا دلوقتي بغسلها ببريل عادي يا بنات، بصابون عادي، بس بالسلكة الخشنة. شايفين بقى كمية السواد والدهون اللي كانت في الحوامل بتاعت، شايفين اهو. شايفين يا بنات الحوامل منزلة دهون قد ايه؟ اهو كده انا ببدأ بس اشطفها معاكم. الفيديو بتاعي النهاردة طويل يا بنات، معلش، بس بصراحة تحفة بجد. وكمان الخلطة اللي احنا عملناها دي هتنفع معاكي لو المطبخ بتاعك ألمونتال وظهره من فوقه كده في دهون او حاجة. عاوزة اقول لكم برضو ان هي هتمسحها لك مسح. المطبخ بتاعك لو ألمونتال وفيه دهون او حاجة، البلاط اللي ورا البوتاجاز، الحوامل بتاع البوتاجاز نفسه ورا الفرن بتاع البوتاجاز، لو في اتساخات او عملت فيه حاجة وطرطش زيت او حاجة، جربيه برضو هيبقى تحفة بجد معاكي. جربيه. والخلطة دي جميلة جدا يا بنات، قلتلكوا على حاجات كتير هتعملوها بيها. شايفين بقى الحوامل بتاعتي رجعت جديدة ازاي اهو. بس ده كان يعني الحديد بدأ يتآكل. شايفين يا بنات بقى اللمعة اللي رجعت تاني في الحوامل. هو ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.